فيلم النهاردة مع واحد بيحكي قصته وبيقول: وأنا ما بين الحياة والموت في حالة، يا إما أموت وأنا روحي نظيفة، يا إما أبيع روحي وأموت وأنا خاضع للذل، وبعدين هتحرق. في الأول هصرخ وبعدين هعيط، وفي الآخر بعد ما أقعد أتشوي في الشمس لمدة 300 يوم هقعد أتفرج وبس. مثلا أنا بشوف الرملة وهي بتتحرك لوحدها، وبشوف إزاي الكائن ده بيعرف يدرسني، بس ما ببقاش خايف ولا عندي طاقة أتعامل بيها مع اللي بيحصل. أنا بس عايز أخرج مرة وأفهم إيه اللي بيحصل ده كله. أنا كنت الملك قبل كده، بس دلوقتي أنا بقيت منفي. أنا شفت كل حاجة وهي معدية من جنبي، تجار وحرامية وناس زمان ما كانوش يتجرؤوا يبصولي حتى، ولكن مستحيل يساعدوني. بس كتر خيرهم ساعتها بيقفوا ويطلعوا في غيظهم، وبعدين بيمشوا ناحية المدينة اللي كنت بحكمها زمان، وبينفذوا أوامر أخويا الخاين. هو لو كان عايز يموتني كان زمانه قتلني بالسيف، ودي كانت هتبقى هدية منه ليا الحقيقة. بس لأ، هو سابني عايش هنا علشان هو عارف إن الذكريات بتوجع أكتر من القيود. ولو غمضت عيني كمان بسمعهم، بس مش أنا اللي بصرخ، دول مراتي وولادي. هو قرر للأسف ما يدهمش نهاية سريعة، ولكنه عمل حاجة أبشع بكتير. هو غطى العرش بدليل على المذبحة اللي عملها، وأجبرني أقعد عليه، وكان عايزني أحسب حمل الموت على ظهري قبل ما ياخدني للجحيم. ولو أنا لسه هنا بعد 300 يوم فده مش بسبب إن أنا محظوظ، ولكن ده علشان هو عايز يذلني ويشوفني وأنا بعيني. من الآخر هو مش هيسيبني أموت أبدا. وكل يوم الظهر بيبعت واحد من الحراس وبيحط لي طبق فيه أكل قليل جدا. أعرف إن أنا لو مت فالمتعة اللي حاسس بيها هتنتهي، بس امبارح الروتين اتغير، والحارس ما جاش يحط لي مية متوسخة زي كل مرة. هو جه مع الفريق بتاعه اللي هم أسوأ محاربين في المملكة، وأخويا ما نزلش من على الحصان بتاعه، وكان بيبصلي وهو مغطي نص وشه بقماش حرير، وبيتعامل معايا من بعيد وكأني شخص مريض وهعديه. ومرة واحدة سألني كده وقال لي: هو أنت لسه بتتنفس؟ بس صوته ما كانش فيه أي رحمة. هو مش بيسأل علشان يطمن عليا، لأ، ده بيتريق عليا. فبحاول أتف عليه، بس بقي بيكون ناشف قوي وما بيخرجش منه غير التراب. فيجي ويقرب أكتر علشان أشوف الكر اللي في عينيه، وبيقول لي: بابا كان بيفضلك عليا، وكان مخليك أنت كل حاجة ومقعدك على كرسي العرش، فاكر ولا مش فاكر؟ العرش والسلطة والمجد. أما أنا فكنت بتعاملني وكأني كلب شوارع. وبعدها بيقف وبيشاور ناحية الصحراء وبيقول: بص بقى دلوقتي المجد بتاعك وصل لفين؟ أنا بقى معايا المملكة وإنت ما معكش غير التراب. وبيدي إشارة للحراس بتوعه علشان يمشوا، بس بعدين بيقف وبيلف وبيبص للمرة الأخيرة، وبيبتسم ابتسامة بتخلي الدم يتجمد، وبيقول لي: أيوة صح، أنا كان ليا في بنتك الكبيرة غرض. وأنا طبعا أول ما أسمع ده قلبي بيقف، وكنت فاكر إنه قتلها مع الباقي، بس هو بيقول لي بكل هدوء: إحنا ما قتلناهاش على فكرة، هي قيمة جدا وما كانش ينفع نضيعها. وبيكمل كلامه وبيقول لي: هي بتطبخ وبتقدم لي أنا ورجالتي الخمرة لحد ما بتقع من كتر التعب، وهي بالطريقة دي هتعرف إن في العالم بتاعي هي مجرد خدامة. بس ممكن أبقى أجيبها لك في مرة علشان تقدر تشوف أبوها للمرة الأخيرة. وبالليل لما الشمس بتروح في حاجة بتتكسر جوايا للأبد، وببص في السماء ولكن مش بقدر أصرخ. شوف أي أمل من تاني، وهم اللي سمحوا بده، سمحوا لبنتي إنها تعاني، ولكن أنا مش هقدر أستحمل. فبصرخ وبصرخ جامد قوي بكل حرقة، وبقدم روحي لأي حاجة تقدر تديني القوة علشان أقتلهم كلهم. والأرض بترد، والرياح بتقف فجأة، ورجليا بتحس بالتغيير، وفجأة الرملة بتتحرك وكأن في حاجة تقيلة بتتزحلق فوقيها. فبقف في مكاني وأنا حاسس إن أنا مشلول، وأيا كان اللي معايا ده فهو مش بشري، دي حاجة بتدرسني وبتاخد وقتها، وبحسب تقل النظرة القديمة اللي مركزة على قفايا وبتحسب قيمتي ولحمي. وبعدين بيخرج من الرملة خيال اسود، والزعانف بتاعته بتغرس في رجليا زي الضوافر، وجسمي بيعمل رد فعل قبل ما نعمل رد فعل، وبعدين جسمي كله بيحرقني وكأن في حاجة بتمشي جوه عروقي. السم بياخد 3 دقايق عبيل ما يوصل لقلب، هي اللي بتقولي كده بصوت هاري خالص. وبشوف الرملة وهي نازلة من بين صوابعها. هو ده الوقت اللي المفروض تقرر فيه باقي حياتك هيكون شكلها عامل ازاي. ولما آخر حباية تراب هتقع، يا هتكون معايا يا هتكون عبارة عن جثة.
فبسألها طب هو ليه؟ والكلمة دي بتخرج من بقي بالعافية وسط الوجع اللي أنا حاسس بيه، وبقول لها ليه دلوقتي؟ وفين الحرس بتوعي؟ فبتضحك وبتقولي حرس؟ يا ربنا على لطافة البشر، ما تبقاش ساذج، مفيش حرس هنا، مفيش غير حاجة واحدة بس قدامك دلوقتي هي اللي قادرة تنقذك. وبعدين بتقرب وبتقولي الكون ده هينهار لو كان فيه حرس أصلا، بص كويس كده، وبتشور لي ناحية السماء وبتقولي بص على النجوم وبص على الموت، الإبداع ده مبهر ومثالي وعبارة عن ميكانيكية ما فيهاش غلطة. فبصرخ وأنا بقول لها انتي أكيد سادية، وبحس وقتها إني دم بقى طعمه عامل زي النحاس. اللي طبعك دول أكيد بيستمتعوا هما بيتفرجوا على المطر الشرير وبيشكلوا العالم على مزاجهم. فبترد وبتقول انت شايف وحشية وقسوة علشان انت بتبص بعيون البشر، بس الواقع مش زي ما انت فاكر. اللي انت مسميه وجع ده أصلا اسمه التوازن. وبتقرب أكتر عليا لدرجة إن نفسها بيخترق وداني، وبتقولي انت الحراس بتوعك دول كانوا مجرد فلتر. هما كانوا عايزينك تبقى نقي وتفضل متكتف في العمود ده علشان تحقق التوازن. وبعدها وشها بيتغير والنني اللي في عيونها كمان شكله بيتغير وبيوسع وبيغطي على النور البسيط اللي كان موجود. وفجأة وشها بيبان عليها الظلام، وبتقول بس أنا عايزك زي ما انت علشان تكسب. انت كنت مجرد حاكم وروح نظيفة، وعلشان كده أنا ما كنتش قادر ألمسك، وإيمانك كان هو الدرع بتاعك. بس بعد ما انهارت النهاردة انت قدرت تفتح الداب. أخيرا الوقت بيعدي عم الحاكم، انت والرملة كمان بتجري. أما أخوك فما بقاش بيلعب بالقواعد بتاعة البشر. وقتها صدري بيهدى شوية، وبتكمل وبتقولي هو عمل العهد بتاعه خلاص، والعهد بتاعه ده ما كانش مع واحدة زيي، هو عمله مع اللي ملوش اسم ده. وبعدين بتخلي الرملة تنزل أكتر، وما بيبقاش فاضل غير ثواني وهي بتقول انت لو مت هنا كراجل عنده قيمة، سيهارة هتفضل خدام عند الوحوش بتوعه للأبد. وقتها أنا جسمي ما بقاش تحت سيطرتي، وعينيا بتبدأ تغمض. أنا كنت فاكر إن أنا خلاص هموت، وهو هيضحك وهيفرح لما يشوف جثتي، وهيأذي بنتي أكتر، والفكرة دي بتموتني أكتر من السم. فبتحرك لقدام وبمسك إيد الست دي وبوقف الرملة قبل ما تقع، وبقول لها بس لو أنا ديت روحي، هتضمني لي إن أنا أقدر أقتله؟ وببص في عينيها وبقول أنا مش عايز أي حركات كده ولا كده. من الآخر أنا مش فارق معايا أعيش ولا لأ، أنا بس عايز أنقذ بنتي وانتقم من أخويا. هل عندك القوة دي ولا أنت ملكيش أي فايدة زي الحراس بتوعي؟ فبتبتسم وبتفرق إيديها وبتحتفظ بآخر كام حباية من الرملة وبتقولي أنا قوتي مش بس هتقتله، دي هتخليه تمنى كمان الموت. وفوق الفجر الحارس بيجي علشان يكمل الروتين بتاعه ويحط الإفطاري المية المعصنة بتاعت كل يوم. بس لما بيوصل عند العمود المية بتتكبت كل صمت، فبيبص حواليه وبيجري ولا كأن الشيطان بنفسه بيجري وراه. وفي المشهد اللي بعد كده في الميدان أخويا بيكون مشغول وقاعد على الكرسي بتاعه بياكل عناب، وتحته الرجالة بتوعه بينظف البلد من الخونة، وهو قاعد يتفرج ومستمتع جدا بالعرض. لحد ما الحارس بيوصل وشه أصفر زي ما يكون روحه خرجت من جسمه، وبيقعد على ركب وهو بيترعش وبيتكلم بصوت واطي والعرق نازل على قرطه، وبيقول له أخوك اختفى والعمود فاضي. وقت تالي الابتسامة اللي على وشه أخويا بتختفي، ومش بيسأل أي أسئلة وبيتغاظ وبيبص حواليه، وبيقوم ضارب الحارس بالسيف اللي معاه وبيموته، وبيقول لرجالته جهزوا الحصان. وبعد ما بيوصل عند العمود بيقص على السلسلة المكسورة اللي على الأرض وبيلاقيها مش مقطوعة، لا ده بيلاقيها انفجرت. فبيقعد على الأرض وهو متغاظ وإيده مليانة تراب، وبيقرب التراب ده من إيده وبيشمه وبيلاقي ريحته ريحة الترابين، وبيبص قدامه والخوف بيبان في عينيه لأول مرة، وبيفهم إيه اللي حصل بالظبط. أي راجل يقدر يكسر القفل، بس مفيش راجل هيكسر السلاسل المعدنية بإيديه. بس بيفهم إن دي مش حالة هروب، وكل ده وهو بيبقى يبص حولي ويدور على إجابات، بس الصحراء حواليه ساكتة خالص. الحقيقة إن الواقع ما انتهتش بحادثة دي، انتهت بصمت رهيب جدا. وأنا نايم باخد نفس عميق، وأنا متوقع أحس بالكبريت والسخونة والعفن، بس الهوا بيكون بارد وطعمه حلو. ولما بفتح عينيا بستعد علشان أواجه الشياطين، بس اللي بشوفه بيخليني حاسس إن أنا مشلول أكتر من السم. وبالعين حواليا نور، مش نار الجحيم، لأ، ده نور أزرق نقي وبينور. أنا مش بشوف أي صخور متوسخة، بس كل اللي بشوفه كريستال أبيض والشلالات مية وسدود بتنور زي النجوم. واللحظة كده بحس إن أنا في الجنة اللي كنت بحلم بيها لو كنت شخص كويس. بس على فكرة أنا مش كويس، أنا لسه بايع روحي دلوقتي. فبلمس صدري وقلبي بيدق، ووجع السن بيكون اختفى من جسمي. وبعدها ببصلها وبلاقيها قدامي وبترتبني، وشكلها بيكون حلوة. بس هي راك في نفس الوقت ده تحت النور،
فبسألها: هو إيه ده؟ أنتِ قتلتيني ولا إيه؟ أكيد طبعًا، ما هي دي آخر الهلوسة. فبتضحك بصوت عالي، وصوت الصوت بيرن في المكان، وبتقول لي: يا غلبان أنت، دي الحقيقة اللي مستخبية تحت الصحراء اللي مليانة سراب. وبتقرب وبتشاور لي على طرف السور وبتقول: ده بيتي، إحنا عدينا القلعة البيضاء، بس المكان ده مش مكان هادي، لأ، ده عبارة عن عشة. وفجأة بلاقي مئات من الستات المتحولين لتعابين، وكلهم بيقفوا، وبحس إن عينيهم متثبتة على قفايا، وفي منهم اللي بيقرب قوي لدرجة إن أنا بحس بجوعهم. فقلت لها: هم دول جيشك ولا دول اللي هيعدموني؟ وكلهم بيبقوا باصين عليا وكأني أنا الطبق الرئيسي اللي هيتغدوا بيه النهاردة. فبترد وبتقولي: أنت بالنسبة لهم حتة لحمة طرية. وبتزقي واحدة منهم على جنبي كده. ليه بقى طلعتي الصفح؟ ما كنت تقدري تبعتي أي واحدة منهم. ليه خاطرتي بحياتك علشان واحد زيي متكتف بالسلاسل؟ فبترد وبتقول: علشان الخادم بيدور على زعيم، بس الملكة بقى بتدور على ملك، وأي واحدة منهم لو كانت طلعتك كان زمانها أكلتك أو حولتك لعبد عندها. ولكن أنا بقى أحتاج تحدي شبهي، شخص عنده كره كبير يقدر يستحمل السم بتاعي من غير ما يموت. أنا مش بدور على الخضوع يا ملك يا مهزوم أنت، أنا بدور على حليف. وبعدين بتروح عند حيطك كده وبتطلع منها حاجة ملفوفة في حرير أسود وبتقدمهولي. فبقول لها بصوت واطي: أنت عايزة حليف لحرب جاية. وبحس بالبرد، بس مش برد الهوا، أنا بحس إني فاضي جوايا. فبترد وبتقولي: أنا شلت الإنسانية دي من جواك علشان أديك بدلها قوة، وإنت هتحتاج القوة دي. أخوكي عمل عهد مع اللي ما ينفعش نقول اسمه. فبسألها: هو مين ده اللي ما ينفعش نقول اسمه؟ هو الشيطان اللي انت تقصديه ولا ايه؟ بس بتجاوب عليا وبتقولي: لا، ده حاجة أكبر، وعدم حاجة كده بتاكل النور. وبتشيل القماشة من على الحاجة دي وبتطلع عبارة عن خنجر أسود معمول من الكريستال، وبيمتص النور اللي حواليه. الحديد بتاع البشر هيتكسر قصاد جلده، إنما ده بقى مش هيتكسر. وبتديهولي وبتقوله: خده، ولكن ما تستخدمهوش ضد الجنود، احتفظ بيه لحد ما تقتل بيه الخاين وتغرسه في قلبه. فباخد الخنجر وبلمسه، وإيديا بقت ثابتة أكتر من الأول. وبعدين بلمسه وبلاقي قدامي فراغ أسود، وإيديا بتقولي: دلوقتي أنت بعيد. صلح وبقى تعرف الحقيقة، وجه الوقت علشان تصحي الجيش بتاعك. وفي الناحية التانية أخويا الخاين مرجعش القصر، بس هو اتحرك ناحية الزعيم بتاعه، وأخد الجيش بتاعه ومشي ناحية الأراضي المحظورة، ودي عبارة عن مناطق مليانة صخور سودة والشمس مش بتطلع فيها. وهناك هو الوحيد اللي ليه الإذن إنه يدخل، والفريق بتاعه مش مسموح له يدخل خالص. وبيدخل الكهف من غير ما يبص وراه، والظلام بيهجم على رجالته وبيخلص عليهم واحد واحد. وجوه ما بيبقاش فيه هوا، بس بيكون فيه ضباب تقيل لريحته عاملة زي القبر اللي لسه مفتوح. فبيقعد على ركبه على التلج الأسود اللي تحته، وبيقول له: انت بقتلتي مطر، ما ينفعش حد يلمسه. والأول مرة صوته بيبقى بيترعش، وبيكمل وبيقول: العمود بقى فاضي، هو ايه اللي أخده بالظبط؟ فالدخان بينتشر في كل مكان، بس بيوقفوا قدامه شكله ضخم ومرعب، وما عندوش وش، وعنده بس قرون، وبيتنفس نفس بيخلي الدم يتجمد. وبعدين بيتكلم بصوت عامل زي صوت العظم وهي بتتكسر، وبيقولهم: ما أخدوش، لأ، ده نزل تحت، والكهف بيتهز. وبيقول: أخوك صحى ملكة التعبين اللي تحت، بس الكهن المرون ده أكيد مش جاي يظهر على السطح علشان يتفاوض معاه. بس بيكمل وبيقول: هي عرضت عليه العشة والحجر الأسطوري اللي تحت الصدى، وآلاف المحاربين اللي مش بينزفوا ومش بياكلوا ولا حاجة، بيوقفوا بجم، ولو هجموا عليك مملكتك هتتحول لتراب قبل الفجر. وفي المشهد اللي بعد كده أخويا بيصحى فوق الأرض المتجمدة وهو حاسس باليأس، وبيقول له: هو بيصرخ: أنا رجالتي مش هيقدر أقتله، الحجر. وبيفقد المنطق تماما، وبيقول له: ساعدني، أنا اديتك كل حاجة، اديني حاجة واحدة بس أقدر أوقفهم بيها. فالخيال بيتوسع وبيملى الكهف ده. هو بارد محدش يقدر يتحمله، وبيقول: أنا هفتح الغفاص بتاعتي وهديلك قوة الفراغ ووحوش عامية بتنغز على الخوف، وهم هيخلوا الجيش بتاعي بيعامل زي العريس اللي في مصر حياة الأطفال. وبعدها الضابط بيتجمع حوالين أخويا وبيخبيه تماما، والكلمة بيقول له: بس القول المتوحشة دي مش هتضمن لك الفوز، تقرب عليا كده، أنا عندي أوامر أخيرة ليك.
حاجة هتضمن لك إنه حتى لو فاز في المعركة هيخسر الحرب. وكل ده وأنا لسه في كهف ملكة التعابين، وفجأة بنط في الفراغ الأزرق اللي قدامي. بس أول ما بعدي الضباب البرد بيختفي في لحظة، وبنزل في عالم كله جاف وكله أموات، والهوا بيبقى تقيل قوي وريحته عاملة زي التراب اللي خارجة من القبور المقفولة. وأنا واقف بشوفهم، وساعتها بستوعب إن أنا مش لوحدي، أنا حواليا جثث قديمة من الحجر وصفوف ملهاش آخر من العمالقة اللي بقالهم قرون مستنيين ياخدوا أوامر بالقتل. فبمشي لحد الآخر، وإنك بلقى الجنرال اللي هو عبارة عن 3 متر من الأحجار واقفة فوق عرش من الصخور، وبيبقى ماسك سيف بين إيديه وباصص بصة كلها غموض. فبفوت الدم وبفتكر التحذير بتاعها وقت ما قالت لي هم مش بيسمعوا، ولو الكره بتاعك مش كفاية هم هيقتلوك. فمش بتردد وبرفع إيدي اللي متغطية بدم ناشف وبحطها على صدره. بس الوجع اللي بحس بيه وقتها كان صعب جدا، وبحس بالحملة بتاع آلاف من الحروب المنسية، وإيه بتحاول تدخل جوه دماغي وبيكونوا عايزين يأثروا عليا. ولكن أنا مش ببين أي خوف، بس بوري لهم الذكريات، وبديهم مشهد أخويا وهو بيضحك في الخفية، وبوريهم صورة سهارة وهي بتقدم الأكل والخمرة للخنازير بتوعه، وبوري لهم العرش اللي معمول من جلد البطن. وفجأة بلاقي الحجر بقى دافي تحت إيدي، وده معناه إن الجنرال ما رفضنيش، بالعكس هو اتغذى على غضبي. وهنا الحجر بيبدأ يتشق وبيكسر الصمت، والجنرال العملاق بيقوم فوراً وبيقعد بركبة على الأرض قدامي وبيوطي راسه وبيقدم لوفائه. وبحس وقتها بالحمل التقيل وهو بيطلع على دراعي، والحجر بيبدأ يغطي جسمي وبيداري إن ده بقى اتقل عندي، وبيلف حوالين صدري وبيعمل درع من الحجر على جسمي. ودلوقتي أنا بلبس درع المحاربين. وبعدها ببص على الجيش بتاعي وبلاقيهم مستنيين إشارة مني، فبقول لهم قوموا، إحنا عندنا مملكة هنحرقها. وقتها بلاقي العيون اتحولت للون الأصفر وبتمور في الضلمة. وفي المشهد اللي بعد كده بخرج من الضلمة وبلاقي ملكة التعابين واقفة مستنياني، ومش بتقولي أي حاجة لما بتشوف جلدي الجديد، ولكن بتبتسم بأدب. وبعدين بتقولي اللي نزل تحت ده كان راجل مكسور، بس اللي خرج ده دلوقتي محارب شجاع. فبقول لها أنا مش محارب، أنا قاتل رايح يحقق العدالة. ولما بلف علشان أمشي بتوقفني وبتحط إيديها البرد على صدري اللي من الحجر، وابتسامتها بتختفي وبتقولي ما تبقاش واثقة قوي كده، انت أخوك عامل زي الفار المبلول وهيستخدم عليكي حيل ولعيب وهيستهدف اللي انت بتحبهم. فبقول هو لو لمسني هحرق الدنيا كلها عليه. فبترد وبتقول هو ده الخطر اللي محتاج تخاف منه، وافتكر كويس قوي الدرع بتاعك، ولو خليت قلبك يحن الحجر بتاعك هيتكسر والأرض بتتهز قدام سور المدينة، وأخويا بيكون واقف مستنيني من بعيد وما بقاش لي نفسي ياكل هناب، وبيجرس على أسنانه جامد لدرجة إن اللثة بتاعته بتبدأ تنزف، وبيعرف كويس قوي هو دخل على إيه، وبتظهر شطة من الرملة بارتفاع 1000 متر. يتم تحريك نحو المدينة بسرعة 1000 متر، وبتغطي نور الشمس وبتحول الصبح الليل. احنا مش بنتحرك لوحدنا، العاصفة بتبقى عاملة زي العالم بتاعنا، وبعدها الجيش بيبدأ يخرج من بين الدخان، وبيبقوا بالآلاف وعددهم ملوش آخر، وكلهم بيتحركوا في الصحراء، والجنود والتراب بينحك السما. وبعدين بخرج أنا من ورا ستارة التراب دي، بس أنا ما ببقاش مالك منفي، أنا ببقى قائد الجيش ده اللي هيبدأ نهاية العالم. وقدام الصور بيكون في قطيع من الوحوش واقفين مستنيين، وأول ما بشوفها بفهم على طول إنها وحوش اللي ما ينفعش نقول اسمه. والوحوش دي بتكون عاملة زي الطاعون والحمض، ومخلوقات عندها درع ومجسات طايرة في الهواء، وبينزل من بقهم سم كده قادر يسيح الحديد، والجوع مسيطر عليهم. وبعدها بتبدأ المعركة، واللي بتكون ميلة أكتر لأنها أرض إعدام، والوحوش دي مش بتكون قادرة تواجه الأحجار، والمحاربين بتوعي بيتحركوا من غير ما يقفوا وبيدمروا الوحوش دي وبيكسروا عظمهم تحت رجليهم. وجيش أخويا بيتحول لسجادة من الجثث في ثواني، وبيتفرج من فوق عن اللي بيحصل وهو حاسس إنه مشلول ومش عارف يتصرف من كتر الخوف. ولما آخر وحش بيقع، الجنرال اللي طوله 10 متر بيتحرك لقدام وبيضرب الصور وبيدمره، والمدينة كلها بتتهزم على الضربة. فبقول له افتح البوابات يا أخي واديني بنتي علشان أرحمك. وبالفعل بعدها البوابات بتتفتح، وأخويا بيقف وسط أرض المعركة وهو مش معاه أسلحة وبيرمي السيف بتاعه، وبعدين بينشف سهارة وهي واقفة جنبه بتترعش. وطبعا أول ما بتشوفني بتجري عليا وبتاخدني بالحضن، فببص لأخويا وأنا عارفان، وهو بيكون فاكر إنه كسب. فبقول له أنت نفذت دورك، ودلوقتي أنا كمان هنفذ دوري، امسكوه وخدوه على الزنزانة. بس وقتها أخويا بيطلع خنجر صغير من معاه وبيقولني اقعد في مكانك، انت شكلك كده مش فاهم طبيعة علاقتنا.
انت ما ينفعش تسجني ولا ينفع حتى تلمسني. وبعدها بيقوم قاطع عروقه بشكل معين، وفي اللحظة دي سهارة بتصرخ في دراعي وبتمسك دراعها، فبسحبها بعيد وبشوف نفط التعويرة دي في ايديها وبتنزف. فقلت له انت عملت ايه في بنتي؟ وقتها الخاين بيرد وبيقول اللي ما ينفعش نقول اسمه، وربط بين حياتنا، ولو انا بردت في الزنزانة هي هتترعيش، ولو السلاسل ضيقتني بشرتها هتتعور، ولو السكين عفن في الضلمة هي عمرها ما هتحس بفرحة في حياتها. وبعدين بيقرب مني وبيضحك وبيقول لا يا أخويا، أنا مش هتحبس في الزنزانة، وبالوقت يوسع بقى، أنا ماشي وهي هتيجي معايا. فبيمسك سهارة من دراعها وبيقول خلي الوحوش بتاعتك تتراجع، أنا لو شفت طوبة واحدة بس اتحركت هي اللي هتدفع التمن، ولو حاولت تيجي وراي الضرر هيكون دايم، ولو حاولت تعمل أي عمل بطولي نهايتي هتأثر عليها وهتبقى نهايتها هي كمان. فبضرب الأرض بإيدي وأنا حاسس بالعجز، وبصرخ في الجنود اللي بيقفوا على جنبه وبيعملوا ممر لأخويا الخاين علشان يعرف يمشي من وسط الجيش، وبضطر أشوفه واخده بعيد وماشي بيها، وبضطر أتفرج عليهم وهم ماشيين وسط المحاربين ودم بيحميهم، وسهارة بتبصلي للمرة الأخيرة قبل ما تختفي وسط الصحراء، وعينيها بتبقى بتتحيل عليا إن أنا ما أعملش أي حاجة وسايباها تمشي. وبعدها البوابة بتتقفل وراهم، وأنا بقفل واحدة في المدينة اللي لسه حازمها، اللي بتكون بالنسبة لي عبارة عن مدينة فاضية وعرش ملوش أي لازمة، ومفيش غير حصالة حراس أخويا الخاين. وطبعا أنا مش بيكون عندي رحمة خلاص، فببعت رجالتي يموتوهم. وفي الوقت ده ملكة التعابين بتطلع، ظهر لي من بين ضواق المدينة وبتقول لي أنا حضرتك، وقلت لك إنه هيستغل اللي أنت بتحبهم وهيخليك تقعد على ركبك من غير ما يسحب السيف بتاعه حتى. فبرد عليها وبقول لها اسكتي شوية، وبلف ناحيتها والخنجر في إيدي وبقول لها قوليلي إزاي أكسره، قوليلي إزاي أكسر الرابط اللي بينهم من غير ما موتها. فملكة التعابين بتقرب وبتبص ناحية الشمال، ناحية المكان اللي هم هربوا عليه، وبتقول للأسف مش هينفع نعمل ده هنا، السحر اللي استخدمه ده سحر قديم، وطالما أخوك عنده تعويذة الحماية فهي هتبقى الدرع بتاعه. وبعدين بتلف ناحيتي وعينيها فيها أمل جديد، وبتقول لي انت لو عايز تنقذها فإحنا محتاجين نروح للمكان اللي اتعمل فيه العهد ده، إحنا محتاجين نروح للأراضي المحظورة، إحنا مش رايحين نهزم مملكة يا ملك، إحنا رايحين نقتل الكيان المظلم ده. فبرد وبقول لها أنا مش مهتم، خليه يعيش، خليه يحكم الجانب المظلم، أنا مش فارق لي أي حاجة، اللي فارق معايا هي بنتي، هي الحب الوحيد اللي باقيلي في العالم المظلم ده، ومفيش أي جحيم هيقدر يخبيها مني أبدا مهما كان. المعركة فعلا خلصت، بس الحرب بتاعتي لسه هتبدأ دلوقتي. وبعدها شوف العمالقة وهم بيدمروا كل أتباع أخويا وكأنهم شوية حشرات في الأرض. والموقف كله كان مرعب جدا، ولأني ما كانش عندي أي وقت للاحتفال بالانتظار العظيم ده، كنت بحاول أحافظ على بنتي لأنها كانت مسافرة في اتجاه الشمال، وكنت خايف أضيع أي لحظة وأنا بعيد عنها. والغريب إن العمالقة اللي معمولين من الحجر لأنهم ببساطة بيشموا ريحة الخيانة منهم اللي موجودة في دمهم. ومن بين الناس الأبرياء دول شاب صغير اسمه فان، وكان بيحلم دايما يوصل للمجد ويكون إنسان عظيم في المستقبل. وللأسف مع كل ده بيضيع وأحلامه كلها بتترمي في الأرض لأنه بيقعد بين إيدين أخويا. والغريب إنه بيرفض يقتله وبيصلد يعذب فيه طول الوقت وبيتسلى بيه وكأنه لعبة، وبيستمتع كمان بعذابه. وفي نفس الوقت ده فان بيكون زعلان على كل زملائه اللي ماتوا، وأكتر حاجة بتأثر فيه إنه مش قادر ينتقم لموتهم ولا عارف يتصرف في الموقف اللي هو فيه ده لوحده. بيضطر يستحمل الذل والإهانة لدرجة إنه بيترمي في الأرض وقدام الملك، وبيبقى يتحايل عليه علشان يتلوكه، وده لأنه عايز يموت زي باقي زميله. وفي الآخر قدرت أوصل لمكانه وأخدته المكان آمن، وبدأت أتكلم معاه وهادي، وقلت له إن أنا محتاجه في الحرب بتاعتي، وإن ده مش وقت الموت خالص ولا وقت الاستسلام، وإنه ما ينفعش يكون جبان في لحظة زي دي. وبدأت أشرح له إني بدور على سهارة وإنه لازم يساعدني في حاجة زي دي، وكنت مبسوط بيه وتشجعته بما إنه هو الوحيد اللي قادر ينقذ نفسه من المذبحة اللي حصلت، وفضل واقف على رجليه لحد دلوقتي. وكنت محتاجه أشوف الحاجة عدي في عينيه تاني. وشاورت له على العرش وقلت له الكرسي ده ما ينفعش يفضل فاضي لفترة طويلة، وإن المملكة محتاجة للناس اللي زيه، وقريب جدا أنا نفسي مش هكون موجود، وعلشان كده لازم أسيب حد أمين ياخد باله من المملكة في غيابي. وطلبت منه يراقب المدينة، وطبعا كان مستغرب جدا ليه اخترت واحد زيه، والخوف كان باين في وشه، وفضل يبص للعمالقة اللي حواليه، وكان متأكد إنهم هيخلصوا عليه أول ما خرج من هنا. مستحيل يتراجع بعد اللي شافه واللي سمعه.
قلت له إن القرار اللي أخده دلوقتي مش قرار شاب مكسور، ده قرار ملك بيتولد من النار. الهمالقة حوالينا فضلوا ثابتين، لا نفس ولا حركة، كأنهم تماثيل قدر. وشرحت له إنهم ما يعرفوش التعب ولا الجوع ولا الرحمة، وإن أوامرهم واضحة، حماية العرش وحماية اللي ماسك الشاذية وتنفيذ الحكم من غير تردد. جربت الشاذية من إيده أكتر، ولما لمسها ارتعش، مش من الخوف لكن من الإحساس بالثقل، ثقل السلطة وثقل الدم اللي اتحط على العهد. قلت له إن الدم اللي عليها ده مش علامة ضعف، ده تمن، وتمن العرش دايما بيبقى غالي، وإنه من اللحظة دي مش فان الشاب اللي اتحقر واتداس عليه، ده فان الحارس، فان اللي واقف بين المملكة والفوضى. أكدت عليه للمرة الأخيرة إن أخويا مش حيسيب المملكة في حالها، وإن الحرب اللي جاية حتكون أشرس من أي حاجة شافها قبل كده، وإن سهارة لما ترجع حترجع مكسورة ومتعبة ومحتاجة حد يقف قصاد العالم كله علشانها. قلت له لو ضعفت قدامها المملكة كلها حتضعف، ولو وقفت ثابت حتى العمالقة نفسهم حينحنوا. فان رفع راسه وبص للعرش وبعدين للعمالقة، وبص لي أنا نظرة وعد مش محتاجة كلام. قال بصوت واطي بس ثابت إن الخوف لسه جواه، بس عمره ما حيهرب تاني، وإنه مستعد يشيل الحمل ده حتى لو كلفوا حياته. ساعتها بس حسيت إني أقدر أسيب المملكة ورايا، لأن اللي كنت بدور عليه مش جيش ولا عمالقة، كنت بدور على إنسان اتكسر وباختياره قرر ما ينكسرش تاني. للمرة الأخيرة، وقلت له إن مستحيل أسمح لأي حد ياخد مكان بنتي، ولازم يحافظ على العرش لحد ما تيجي ويكون قد وعده ليا. وقبل ما أمشي ودعته للمرة الأخيرة وطلبت منه ما يخذلني، لأني لما أرجع من المهمة بتاعتي مش هرحم أي حد تاين وهدوس على الكل. وفعلا بعدها بكام يوم مشيت وسبت البلد بتاعتي ورايا والجيح بتاعتي الكامل، وكنت حاسس بألم رهيب في جسمي كله وعمال أفكر في بنتي، وما قدرتش أنسى الحقيقة ومرة إن أنا ما بقتش إنسان عادي، وفي نفس الوقت برضه مش خالد وممكن أموت زي أي حد. والغريب إن أنا كنت حاسس بخوف بنتي سهارة، وكأنها قريبة جدا مني ونفسها كان موجود حواليا في الجو. وزعلت جدا على كل لحظة أنا ضيعتها وأنا بعيد عنها، وإن أنا ما قدرتش أحميها من اللي هي فيه دلوقتي، وأنا اللي قربت للجحيم بإيديا من غير ما ياخد بالي. وفضلت ناسي كام ساعة في الصحراء لحد ما قدرتها المخلوقة الغريبة اللي دخلت حياتي ودمرتها بالكامل. قلت لها إن مفيش أي قوة هتقدر تمنعني عن اللي هعمله، وإن أنا هقتل على أي حد هيقف بطريقي، ومش هعمل حساب لأي حاجة حتى لو كانت هي. وطبعا بتتكلم معايا بطريقتها الغبية. يابوت شرحت لي قد إيه أنا متسرع وعصبي، وإن أنا لازم أفكر قبل ما أتكلم أو أتصرف، وده لأني ما بقتش مجرد إنسان عادي، ولازم أحسب القوة اللي موجودة جوايا. وشرحت لي كمان إن المكان اللي رايحين عليه قوتي مش هيكون ليها أي لازمة هناك، وإني لازم أفكر كويس وأحط خطة قبل ما أتحرك من مكاني. وقالت لي إن الأراضي المحرمة مش بتتفتح بالسهل كده، وإني أنا هتعب كتير جدا علشان أوصل هناك، وإن في أرواح كتير ساكنة المكان وملهاش أي أجسام ولا بيحسوا حتى بالجوع ولا بالعطش، ولو دخلت بالطريقة دي هيطلع من جسمي ريشة الحياة والقوة، وساعتها هيخلصوا عليها بدون أي تفكير، ومش هاخد في إيديهم غلوة، وهتحول لمجرد رمود هيترمي في الأرض. وطبعا لما سمعت الكلام ده اتوترت أكتر وخفت على بنتي، وسألتها طب أتصرف إزاي وإيه كمان المطلوب مني بالظبط، لأني أكيد مش هسيب بنتي في موقف زي ده لوحدها. وانتهى بعدية كده علشان خايف على نفسي، واتعصبت عليها وصوتي بدأ يعلى، وحصلت ما بيني خناقة كبيرة، وكنت خايف أتأخر أكتر من كده لأن بنتي تتحول بالكامل، وساعتها الأوان هيكون خلص. بصفات وأخسرها للأبد. ولاية تطلب مني إن أنا أقعد خالص، وبتقولي إن أنا لازم أبطل أفكر زي الإنسان، ولازم أبدأ أفكر زي الضعفان بالظبط، وأكون زيهم بما إني أنا بقيت واحد منهم. وشرحت لي إن أنا علشان أدخل هناك لازم أقدر أطلع مني الريحة اللي جوايا علشان ما يكونش فيه أي أثر للبشر، وساعتها هقدر آن. وده معناه إن أنا لازم أتحول بالكامل وأنسى نفسي البشرية للأبد، وأتحل عن حالاتي خالص وأنساها تماما. وبتشرح لي إن ده هيحصل لمنزل في المية بتاعتهم، وساعتها هتطهر بالكامل وهتحول وهكون زيهم بالظبط. وبدأت تقنعني إنها تاخدني للمكان بتاعها، يا إما أنسى بنتي للأبد واستسلم للأمر الواقع. وسابتني أفكر مع نفسي شوية وآخد القرار. ولما حصدت إنها ممكن تكون بتلعب بيها هديتها، وقلت لها إن أنا لو اكتشفت في أي وقت إن دي لعبة أو فخ منها هتلها وقت لنفسي، ومش هيفرق معايا أي حاجة ولا هخاف من أي حد. وللغريب إنها كانت بتتكلم بثبات من غير أي خوف، وطلبت مني أروح وراها علشان ما نضيعش شوية أكتر من كده. وفي نفس الوقت ده أخويا بياخد بنتي وبيوصل بيها للبوابة.
اللي بتوصل للعالم التاني وبيستعد علشان ينزل بيها هناك، وبيستغرب جدا إن مفيش أي حراس على البوابة ولا أي علامة حواليها، ودي حاجة بتخليه يخاف أكتر ويحس إنه غلط لأول مرة. وللغريب إن الحصان أول واحد بيفهم إنه في خطر، وبيبدأ يتصرف بطريقة غريبة وبيتحرك في المكان زي المجنون، وكأنه شايف حاجة كده هم مش شايفينها، وبيتعب جدا وبيبدأ يطلع رغاوي من بقه، وبيحاول يبعد عن البوابة بأي طريقة. وللأسف أخويا بيفضل يضغط عليه وبيصرخ في وشه وبيأمره يكمل في طريق عادي، وبيشوف إنه حيوان جبان وإنه لازم يكون شجاع أكتر من كده ويواجه مصيره. وبيفضل الحصان يتصرف بنفس الطريقة لحد ما سيهارة بتقع على الأرض ببطوة، وأخويا بيفضل يمسك نفسه على آخر لحظة قبل ما يقع وراها. وبتتألم سيهارة جامد جدا وبتفضل تعيط، وطبعا بتضغط في إيديها ورجليها، وأخويا بيكون مش فارق معاه أي حاجة ولا حتى بيحاول يساعدها. والغريب إن بعدها كام دقيقة بيبدأ يتألم هو كمان، وبيمسك ركبته وبيفضل يصرخ بصوت عالي، ومش بيكون فاهم إيه اللي بيسأل معاه بالظبط، وكأنه هو اللي وقع على الأرض وطلع. خبط وبيحس بكل حاجة هي حست بيها، وده إنه ربط حياته بحياة بنتي، وده نتيجة الاتفاق اللي عمله مع الخيطان، وكان عايز يستخدمها درع ليه ويوضحها بيها في مكان زي ده، ومش بيكون عارف إن الموضوع هيوصل بيه للدرجة دي، وبيتصادم من الحقيقة المرة. وللأسف الأوان بيكون خلاص فات، وبيبدأ ينزف دم بكميات كبيرة، وبيتأكد إنه لو عانت هو كمان هيعاني، ولو اتصابت هو كمان هيتصاب وهيتألم زيها بالظبط. وطبعا بيحاول يحمي نفسه بكل الطرق، وبيزعق الشهق، وبيأمرها تقف على رجليها في أسرع وقت ممكن، وبيطلب منها تاخد بالها من نفسها كويس لأنه مش عايز يتأذي بسببها، وبيبقى يهددها طول الوقت. وبعدها بكام دقيقة الحصان بيتعب جدا وبيترمي على الأرض، وفي الآخر بيموت لأنه كان عايز يهرب بأي طريقة، وكان مصمم ما يدخلش من البوابة المرعبة دي. تتغرب سهارة جدا إن الحافظة مسالمة وعمها لسه لحد دلوقتي بيحاول وبيجازف بحياتهم هما الاتنين، وبتكون متأكدة إن مفيش أي حاجة هتفيدهم تحت، وإن دي خلاص هتكون نهايتهم هما الاتنين. وطبعا عمها بيصل مصمم على رأيه وبيأمرها، وضل ماشي وراه وبيسكتوا فترة طويلة هما الاتنين وبيكملوا تاني بطريقهم. وفي الوقت ده أنا كنت وصلت للمية اللي هتغير كل حياتي، ونزلت في البركة علشان أستحمى وعملت كل الطقوس اللي مطلوبة مني، ولقيت نفسي متحاول بنساء الأفاعي، وكانوا بيعملوا عليا طقوس غريبة جدا. وبعدها على طول بدأوا يقربوا مني بطريقة مرعبة، وعينيهم كانت بتنور في الضلمة، وكلهم عينيهم لونها أصفر وبيبتسموا بطريقة غريبة، وكانوا واقفين بيتفرجوا عليا وأنا بتحول وكأنهم مستنيين لحظة زي دي من زمان. وبعدها كان دقيقة نزلت في المية تاني، وجسمي كله بدأ يتحول، وكنت حاسس بألم متضفحش، وجلد البشري بدأ يقع، وبقيت بتحول للون تاني غريب خالص، وعيني كمان بقيت بتنور زيهم، وحتى أسناني بتكون عاملة زي أسنان الوحوش. أما منظري بقى فيه بيكون بشع جدا، وبدأت أشوف جسمي كله بيتغطى بقشور لونها أصفر وخضر، وكانت عاملة زي الحديد بالظبط وصلبة جدا، وظهر لدي زي الزواحف، وكان طويل وقوي وبيبتدي يضرب في المية من حواليه في كل اتجاه. أما دوافري اختفت وظهر بدلها مخالب سودة ضخمة، وكنت حاسس إن عظمي بيتمدد وبيكبر في كل جسمي، والعمود الفقري بتاعي كمان بيتحول. العظم بيتمدد وبيكبر في كل جسمي، والعمود الفقري بتاعي كمان بيتحول وبيظهر بره جسمي بطريقة غريبة جدا، وظهر لي كمان عضلات ضخمة وقوية جدا. وأول ما خرجت من المية كنت اتحولت بالكامل خلاص، وطبعا كلهم واقفين مظلومين من شكل الجديد ده ومبهورين بيا جدا. ولقيت الملكة لاميا واقفة مستنيانا بنفسها ومبسوطة جدا، وتفضل تبصلي بانبهار، وبدأت أسمع أصوات غريبة طالعة منهم. وطبعا في الأول كنت خايف شوية لأن دي حاجة جديدة عليا، وبعد كام دقيقة اتعودت على الوضع الجديد، وبدأت الملكة تشرح لي إن حياتي كلها اتغيرت من اللحظة دي، ومفيش أي حاجة هترجع تاني زي الأول، وإني لازم أنسى تصرفاتي القديمة وأتأقلم على شخصيتي اللي بقيت عليها دلوقتي، واستخدم قوتي بطريقة صح لشان أقدر أوصل لأهدافي بكل سهولة. وصممت قبل ما أبدأ الحرب بتاعتي نقعد ونتكلم بهدوء ونفكر هنتحرس إزاي، ووعدتني إنها تفضل معايا للنهاية. وفي الوقت ده فأ كان بيكون استقر على العرش بتاعي، وبيعمل كل حاجة أنا متفق معاه عليها، وبيحاول يحمي المملكة على قد ما يقدر من الأفرار اللي حواليها. ياخد العرش لنفسه، وإنه بيحميه لحد ما صاحبه يجي، وإنه عاد نبدأ، ومستحيل يرجع في وعد تاني مهما حصل. وبيطلب منهم يمشوا بكل هدوء لأنه مش عايز يعمل مشاكل ولا عايز يبهدل المكان اللي صاحبه مش موجود. وطبعا الكلام مش بيعجبهم وبيتضايقوا أكتر، وبيهجموا عليه وبيضربوا أول ضربة بالسيف، واللي للأسف بيقع على الأرض، وبيحاول يتفادى الضربة التانية بأي طريقة ويحمي حياته من الموت. وبيبدأ جسمه يضعف من كتر الضربة في كل مكان، ومش بيكون عارف يتقارف إزاي في وضع زي ده، وبيحاول يقاوم لحد آخر نفسه. وبيفضلوا يضربوا هيه لفترة طويلة لحد ما بيقع تاني على الأرض، ورجليه كمان بتتخبط بكل قوة،
وبالرغم من كل ده بيبذل مجهود كبير قوي، وبيصمم يقف تاني على رجله، ومش بيستسلم بسهولة دي. وبيسمع واحد منهم وبيهدده بالموت، وبيقول له إنه هيفصل راسه عن جسمه علشان لما الملكة توصل يسلموها الراس بنفسهم. وفعلا واحد بيرفع السيف بتاعه وبيستعد علشان يقتله، ومن كتر الضعف ذن بيتخضى لمكانه ومش بيقدر حتى يدافع عن نفسه. وبما إنه ما عندهوش أي حل تاني بيمسك الحجر بكل قوة وبيضغط عليه. بيفضل يصرخ من كتر الغضب والتعب اللي حاسس بيه، ومن كتر الصرخة الأرض بتتهز من حواليهم، وبتحصل حاجة غريبة جدا في المكان كله، وهم كمان بيتأثروا وبيبتدوا يتألموا، ومحدش منهم بيكون فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط. وبما إن العمالقة مش بيسمعوا، فكل اللي بيفهموه إنهم بيحسوا بألمي ووجعي، وأول ما هو بيضغط على الحجر بكل قوة بيحسوا كأن أنا اللي موجود، وبيتحركوا من مكانهم في نفس اللحظة وبيستعدوا للحرب. ودي بتكون صدمة كبيرة جدا بالنسبة للأعداء، وده لأنهم ما كانوش متوقعين حاجة زي كده، وبيلاقوا نفسهم في موقف صعب جدا ومتحصرين من كل اتجاه. وفعلا العمالقة بيبدأوا يخلصوا عليهم واحد ورا تاني، وبيتخلصوا منهم بكل سهولة وبيرموهم من أعلى مكان في البرج علشان يكونوا عبرة لأي حد هيحاول أو يفكر يسرق المملكة. وبيمثلوا جسدهم في كل مكان لدرجة إنهم بيدمروا الحيطان بتاعة القلعة، والمشهد بيكون مرعب جدا لأي حد موجود. وبتستمر الحرب بينهم فترة طويلة لحد ما بيتخلصوا منهم كلهم وبيتأكدوا إن مفيش أي عدو موجود في المكان. كان مبسوط جدا، وقف فوق القلعة وبدأ يتكلم بصوت عالي علشان الكل يسمعه، وأعلن إن المملكة دي خاصة بالملكة، وهي الوحيدة اللي هتقعد على العرش، وإنهم لازم كلهم يكونوا في انتظارها، لأنه مش هيسمح لأي حد تاني يقعد مكانها مهما كان التمن. وفي الوقت ده أخويا بياخد بنتي وبينزل بيها تحت الأرض لمسافات كبيرة جدا، وبيعدوا من أنفاق غريبة خالص، وطبعا بيمشوا بحذر شديد جدا، وبيحاولوا يحميها من أي حاجة ممكن تأذيها، لأنه بالطريقة دي هيكون بيحمي نفسه، وبيخاف جدا تموت أو يحصل لها أي حاجة، لأنه طبعا هيموت معاها في نفس اللحظة. وبيوصلوا لأماكن غريبة جدا وخطيرة تشبه الهوية بالظبط، وهم الاتنين بيكونوا خايفين ومش عارفين إيه اللي مستنيهم بعد كده، وبيبدأوا يسمعوا أصوات غريبة حواليهم وبيترعبوا هم الاتنين، ومحدش منهم بيكون عارف إيه مصدر الصوت ولا فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط، وبيضطروا يكملوا طريقهم، وبيبدأوا يسمعوا أصوات غريبة حواليهم وهم ساكتين بما إنه مفيش رجوع. وبتبدأ الزهرة تتعب جدا وبتتأثر بالمجهود الكبير اللي عملته، وبتنزل المعاية على سلم صخري وبتشوف مشهد مرعب جدا وبتحاول تمسك نفسها. شكرا. على قد ما تقدر علشان تكمل، وجسمها بيبدأ يترعس من كتر الخوف والتعب، وشفايفها بتتحول للون الأزرق. وبعدها بكام دقيقة أخويا بيحس نفس الكلام، وهو كمان بيترعس وجسمه بيبدأ يتجمد وشفايفه بتزرق، وبيضطر يتصرف بسرعة ويدسيها بدل ما يموتوا هما الاتنين، وبيضطر يلعب عباية بتاعته علشان هي اللي تلبسها، وبيبقى جنبها لحد ما بتتحسن وتقدر تقف تاني على رجلها. وطبعا بيعمل كل ده علشان يحمي نفسه ومش علشان هي صعبان عليه، وبيتخانق معاها وبيطلب منها للمرة الأخيرة تاخد بالها من نفسها وتتدفق كويس، لأنه مش عايز يموت من السقعة، وتترعب سيهارة منه، وبتحاول تنفذ كلامه بالحرف الواحد علشان تتأشره. وبيكملوا في طريقهم تاني وبيفضلوا ماشيين لساعات طويلة، والجو بيكون ظلمة جدا ومغيم بطريقة غريبة. وفجأة بيلقوا نفسهم وصلوا لوادي ملوش أي نهاية، وبيحسوا إن في حاجة بتتحرك حواليهم وفي عيون بتنور في الظلمة. وطبعا بيترعبوا جدا هما الاتنين، وبيفضلوا يدوروا في كل مكان حواليهم زي المجانين من كتر الخوف. وبعدها بكام دقيقة بيظهر مخلوق شكله مرعب جدا وصف الضلمة، وعنده مخالب، وبيفضل ماشي وراهم من غير ما ياخد بالهم، وبيطردهم من مكان للتاني. وللأسف ما بيكونش واحد بس، وبيطلع كتير جدا من نفس المخلوق، وعينيهم كلهم بتنور في الضلمة، وبيتصرفوا بطريقة مرعبة وماليين الكفة كله. والمصيبة الأكبر إنهم مش بيشوفوا أصلا، وبيعتمدوا في الصيد على حاسة الشم وبس، وبيقدر يشموا الدم البشري من مسافات بعيدة جدا، وبيشموا كمان ريحة خوف، وبيفضلوا يتنقلوا من مكان للتاني زي العناكب بالظبط، وبيستنوا الوقت المناسب علشان يهجموا عليهم هما الاتنين. وكل حاجة بتكون ماشية تمام لحد ما أخويا بيتكعبل بالغلط وبيدوس على صخرة تانية، وبيلاقي نفسه بيقع من فوق الهوية ومش عارف يتصرف إزاي، ومن كتر الإحراج مش عارف حتى يطلب من سهارة إنها تساعده، ومش بيكون متوقع منها حاجة زي دي أصلا، لكن بيتصدم إنها فعلا بتمد إيديها ليه وبتنقذ حياته من الموت بعد كل اللي هو عمله فيها.
وبتقدر فعلا تنقذه بعد مجهود كبير جدا، فبيترمي على الأرض من كتر الخوف والتعب وبيسطن نايم شوية، وبتقعد بسهارة جنبه تتفرج عليه وهي ضحكته خالص. في اللحظة دي بتحس إن في حاجة بتتحرك حواليهم، وبتطلب منه يفضل هادي، وللأسف مش بيسمع كلامها وبيفضل يتخانق معاها كالعادة. وفي المقابل هي بتطنش كل كلامه وبتفضل مركزة حواليها وبتحاول تعرف مصدر الصدى فين، وبتقرب منه فجأة وبتطلب منه يسكت فعلا، وده لأن حياتهم هما الاتنين في خطر، وبتقول له إنهم سموا ريحة الخوف فيهم ووصلوا لمكانهم، وبكده هيخلصوا عليهم في ثواني. وبيتوتر أخويا جدا لما بيسمع الكلام ده، وبيحاول يتمسك على قد ما يقدر، وبيفضل يبص حواليه زي المجنون ومش بيكون فاهم هي بتتكلم عن إيه بالظبط، لحد ما بيظهر قدامه واحد من المخلوقات دي من وسط الضباب، وشكله بيكون مرعب جدا وعيونه بتنور، وشكله بيكون مرعب جدا وعيونه بتنور، ومكان عيونه فاضي، وبيعرف إن الكائن ده مش بيشوف. وبيفضل أخويا واقف مكانه ومش قادر يتحرك من كتر الخوف، لدرجة إنه بيكتم نفسه خالص، وبيحاول ما يعملش أي حركة علشان ما يلفتش نظر المخلوق ده ليه. وفي نفس الوقت الزهارة بتسند على الصخرة اللي جنبها وبتكتم نفسها وبتقفل عينيها وبتحاول تفضل هادي على قد ما تقدر. كان ديه أبي لو نفسهم هما الاتنين متحوطين من كل اتجاه، وفي مئات من المخلوقات دي مستنية اللحظة المناسبة علشان تخلص عليهم، وبيكونوا عارفين إنهم لازم يعدوا من الاختبار ده بأي طريقة علشان يوصلوا للمرحلة اللي بعد ويحققوا هدفهم في الآخر. وفي الوقت ده أنا فضلت أقعد في الوضع الخاص بالملكة فترة طويلة، وكنت مستغرب من شكلي جدا وحالتي الجديدة، وبطفر أي حاجة بلمسها بصباعي وبتفرم أي حاجة بلمسها بصباعي. ووقفت قدام المراية كذا ساعة بحاول أتعود على الشكل الجديد، والغريب إن الملكة فضلت قاعدة مكانها هادية جدا وبتتفرج عليها وهي مبسوطة من غير ما تعمل أي رد فعال على اللي أنا بعمله. وكنت مستغرب من القوة اللي أنا فيها دي، والعضلات الضخمة اللي موجودة في كل جسمي، وعينيا اللي شكلها تحول بالكامل وبقيت كائن مرعب. وبدأت الملكة تتكلم معايا وتهديني، وبتطلب مني أقعد علشان نشرب حاجة مع بعض، ويا ريت نتكلم بقى عن اللي هنعمله بعد كده. وطبعا في الوقت ده أنا بس كنت بفكر في شكلي الجديد وبس، ومش قادر أركز مع أي حاجة تانية. وفهمت إن أنا علشان أنقذ بنتي كان لازم أضحي تضحية زي دي، وأنسى إنسانيتي وحياتي القديمة. ولو قدرت أنقذ بنتي لازم أضحي تضحية زي دي وأنسى إنسانيتي وحياتي القديمة. ولو قدرت أنقذ بنتي وخلصت على أخويا مش هعرف أعيش معاها تاني بشكل جديد ده، لأنها أصلا مش هتتعرف عليا وهتخاف مني للأبد، لأني بالنسبة لها هكون كابوس وبس، وفقل تضرب في كل حاجة قدامي. وكنت بحاول أطلع الغضب اللي جوايا بأي طريقة، وأتقبل الفكرة والحياة الجديدة اللي أنا داخل عليها. وفي الوقت ده الملكة فضلت محافظة على المسافة اللي بينا، وحاولت تهديني من بعيد، وكانت شامة ريحة العنف اللي جوايا، وكانت عارفة أنا بفكر في إيه بالظبط، وإن أنا خايف من شكل جديد، وخايف أنسى كل حاجة قديمة عادت بيها قبل كده، وأنسى كمان إن أنا كنت بشر في يوم من الأيام. وكنت بفكر إزاي هقابل بنتي بشكل زي ده، لأنها أكيد مش هتعرفني، واحتمال تموت من كتر الخوف أول ما تشوفني. قبل حتى ما أتكلم معاها وأقول لها إن أنا جاي علشان أنقذها، طلبت منها تديني درع علشان أبطي نفسي وأخبي جسمي الجديد، علشان الصدمة ما تكونش كبيرة قوي على بنتي، وأقدر أحميها وأطلعها من اللي هي فيه ده. وفي اللحظة دي الملكة بدأت تفكرني بكل اللي حصل، وقالت لي إن أنا أقدر أخبي جسمي، ولكن مش هقدر أخبي كل اللي أخويا عمله، وإن هو اللي حاولني الوحش من قبل حتى ما أدخل الميتة. أبويا مات، ولأني كنت بحب أخويا جدا ومتعلق بيه كنت عايز أعوضه بأي طريقة، فقررت أعينه القائد بتاعي علشان يفضل جنبي طول الوقت ويساعدني ويحس كمان إنه جزء من العيلة. وللأسف ما كنتش متوقع أبدا إنه ممكن يأذيني أو إنه بيكرهني للدرجة دي. وفي الوقت اللي مديت له إيديا وكنت بحاول أساعده، هو كان بيتفق من ورايا وبيعمل مؤامرات علشان يتخلص مني للأبد، وكل اللي كان بيفكر فيه إنه ياخد مكاني مهما كان التمن. وللأسف بدأ يتخلص من كل عيلتي ويدمرهم بالكامل، وأخد العرش كمان غصب عني. وما اكتفاش بكده بس، لا، ده قرر يأذيني أكتر وأخدني للجحيم برجليه، وتخلص من إنسانيتي للأبد وحولني لوحي. وفضلت أنا وهو في حروب مع بعض لفترة طويلة، وكل واحد بيحاول يخلص على التاني بأي شكل، والمملكة كلها اتدمرت بسببنا. ورجعنا تاني لنفس اللحظة اللي بلبس فيها الدرع، وطلعت عباية سودة طويلة، والملكة غطت بيها الباقي من جسمي علشان أكون مطمن أكتر، وشرحت لي إن بنتي هتشوفني مجرد بطل ومستحيل تخاف مني بالطريقة دي. ولما حسيت إن أنا جاهز، جمعت كل حاجة أنا محتاجها واستعديت. أديت علشان أبدأ في رحلتي للانتقام من أخويا وأنقذ بنتي من بين إيديه، وخرجت أنا والملكة، وقدرت تاخدني من طريق مختصر موجود تحت المملكة بتاعتها، ومشينا في ممر ضيع جدا مليانة بالحجر من كل مكان، وطالع منها ريحة غريبة عاملة زي الكبريت والملح.
وبعدها بشوية ظهر قدامنا دخان ضخم جدا، وصوت المياه كان ليه صدى في كل مكان، وكان في وحش بيتنفس تحت المياه. وفضلنا ماشيين لحد ما وصلنا وقدام حفرة عميقة جدا عاملة زي الثقب الأسود، وكانت موجودة في مركز الأرض. وكنت أعرف إن اللي بينزل من هنا مستحيل يرجع تاني زي الأول، وإن الحفرة دي أساساً ملهاش نهاية. وشرحت لي الملكة إن دي حمام بركانية قديمة جدا وبيسموها عروق الأرض، ودي اللي بتربط العالم كله ببعض، وهي اللي بتوصل المملكة بتاعتها لبحيرة مجهولة محدش يعرف عنها أي حاجة غير العالم بتاعهم بس. ونزلت شوية لتحت وفضلت أبص جوه الحفرة يمكن أشوف أي حاجة من مكاني، واتصدمت لما شفت إن المياه كمان لونها سودة وبتتحرك بسرعة كبيرة في دواير وشكلها مرعب جدا. وبدأت الملكة تشرح لي إن أي إنسان قلت من هنا الجسم هيتدمر في ثواني وهيتقطع، وعلشان كده ما ينفعش أي حد يعدي من هنا. وفهمت هي ليه كانت مصممة تحولني بالكامل قبل ما نوصل، وإنها كانت خايفة عليا وعايزاني أكون أقوى وأقدر أواجه، وإن الضغط تحت عالي جدا وممكن الرئة تنفجر في ثواني. بس أنا دلوقتي في الحالة اللي أنا فيها دي أقدر أتحمل أي حاجة البشر ما يقدروش عليها. وقالت لي إن الموضوع هيكون صعب شوية، بس أكيد مش هيكون أصعب من لما أكون بشري عادي. والملكة أكدت لي إن أنا لازم أعدي من هنا على خير، لأني متأخر جدا وأكيد بنتي دلوقتي في خطر، ولازم أوصل لها في الوقت المناسب، يا إما بقى كل مجهودي هيضيع على الفاضي. وبتحاول تشجعني طول الوقت وبتطلب مني أكمل للآخر وأوصل لهدفي مهما كان التمن، يا إما في الآخر هموت بكل سهولة. ولأني مش عايز أضيع أي وقت تاني من غير أي تفكير، أخدت بقرار نهائي وقررت إن أنا لازم أنزل وأتحمل النتيجة، لأني ما ينفعش أسيب بنتي في موقف زي ده من غير ما أحاول حتى أنقذها. وفضلت أدعي إن أخويا ما يكونش وصل لهدفه وإني أوصل لهم في الوقت المناسب. الوقت المناسب، وافتكرت في اللحظة دي إن أنا داخل على حرب معرفش عنها أي حاجة، وقررت أسأل الملكة بما إن عندها خبرة في حاجة زي دي. وسألتها اتفرح إزاي لو حاولت أقتل الوحش وأفصل راسه عن جسمه، وده لأن ممكن يرجع للحياة بكل سهولة. وساعتها كل اللي عملته ده مش هيكون ليه أي لازمة، وحاولت أعرف طريقة معينة أقدر أتخلص منه بيها. وفي اللحظة دي ابتسمت بطريقة غريبة وقربت مني واتكلمت في ودني بطريقة مرعبة، وقالت لي إن دي مش حرب عادية، وكويس قوي إن أنت ذكي وسألت سؤال زي ده قبل ما تمشي. وبدأت تديني شوية نصايح وطلبت مني ألتزم بيها لو عايز فعلا أتخلص منه وأكسب الحرب للآخر. وقالت لي إن ده مش مجرد كائن أقدر أتخلص منه بسهولة، وإن أنا هتعب معاه شوية. وقالت لي على نقطة ضعفه الوحيدة اللي عن طريقها أقدر أتخلص منه للأبد. وبعد ما خلصت كلامها ظبطت العباية بتاعتي تاني واستعديت علشان أكمل طريقي، ونطقت في المية بدون أي تفكير. وفجأة لقيت نفسي في وسط التيار وبتحرك من مكان للتاني، والمية بتسحبني ليها غصب عني، وبدخل في أنفاق غريبة. وفضلت جوه المية دي فترة طويلة وبروح أكون غريبة جدا لحد ما وصلت للأعماق وما بقتش قادر أشوف كويس ولا أتنفس كويس، وكنت بمشي بسرعة كبيرة جدا ومش فاهم أساسا كل ده بيحصل إزاي. والحاجة الوحيدة اللي بفكر فيها إن أنا أوصل لمكان بنتي وأخويا في أسرع وقت ممكن، حتى لو كانوا كمان جوه أعماق الجحيم. وبالرغم إن أنا كنت خايف من السرعة دي، بس كنت مبسوط بيها جدا وشايف إنها توصلني لهدفي بكل سهولة. وبعدها بشوية لقيت نفسي جوه بحيرة وحواليا جلد أسود غريب جدا، والضباب مالي المكان ومش شايف أي حاجة قدامي، مفيش ولا حيطان ولا أي مباني حواليا، ومش ظاهر غير الفراغ اللي ملوش أي نهاية. وفي الوقت اللي كنت بحاول أوصلهم فيه، هما الاتنين بيفضلوا ماشيين في طريقهم وبيوصلوا لنهاية الطريق، وبيلاقوا نفسهم هما كمان جوه الجليد الأسود. وبيحاول أخويا يفضل رابط بنتي جنبه بالعافية من أجل ما يأذيها علشان ما يأذيش نفسه، وبيكون خايف على نفسه جدا طول الوقت، وبيتصرف بكل هدوء وبيفكر في كل خطوة هو بيعملها. وطبعا من جوه بيكون مرعوب من كل اللي حواليه وبيحاول يداري خوفه على قد ما يقدر. وبعدها تكمني هما الاتنين بيلاقوا نفسهم متحصرين من المخلوقات الغريبة دي، وبيحاول يوصل لهم بأي طريقة. والجوع بيكون باين عليهم جدا، وبتترعب بنتي جدا ساعتها، وبتضطر تفضل جنب عمها بما إنها مش عارفة تتفرش إزاي. وطبعا هو بيحاول يحميها ومش بيكون عايز أي حد يوصل لها منهم، وزلينها لو ماتت هو كمان هيموت في نفس اللحظة، وبجد كل تعبه هيروح على الفاضي. فبياخدها وبيحاول يكمل في طريقه تاني، وفجأة بيتكعبل وبيقع على الأرض وبيعمل صوت عالي جدا وبيجذب الوحوش ليه. وفي المقابل السيارة بتكون تعبت جدا ومش قادرة تتحرك، وبتفضل واقفة مكانها فترة طويلة، وبيهربهم الاتنين من بين ايدين الوحوش بصعوبة كبيرة، وبيوصلوا للشخص اللي هو جاي علشانه. والغريب انه بيترمي على الأرض وبيفضل يصرخ بصوت عالي وبيقول انه خدعه، وبدل ما يحاولوا التعبان، وان ده مش الاتفاق اللي كان بينهم. وكمان كان متفق معاه انه يعمل لهم جيش كامل يقدر يحميهم طول الوقت، بس كل ده ما حصلش وخالف الاتفاق اللي بينهم.
وكان بيتكلم وهو غضبان جدا وبيحاول يلاقي حل للوضع اللي هو فيه ده. إن كتر الغضب بيحصل شيء كبير جدا في الجليد من تحتهم، وبيظهر الضباب عالي جدا فوقهم، والدنيا كلها بتبدأ تلف بطريقة غريبة جدا. وبيحاول أخويا يقطع الرابط اللي بينه وبين بنتي، لأن ده مشكلة كبيرة جدا بالنسبة له وعايز يتخلص منها بأي طريقة، وبيشوف إن هي دي النقطة الضعف الوحيدة، وبيطلب من الشخص اللي بيتكلم معاه إن يديله قوة كبيرة ومحدش يقدر يقف قدامه. وأول ما بنتي بتسمع الكلام ده بتفضل تعيط، وبتعرف إن هي دي خلاص النهاية، وإنه هيخلص عليها في أي وقت. وبعدها بكام دقيقة بيظهر المخلوق اللي هو بيتكلم معاه، وشكله بيكون ضخم جدا وعنده قرون طويلة وعملاق بطريقة مرعبة. وأول ما بنتي بتشوفه بتقع على الأرض من كتر الخوف ورعب، وعينيه بيكون طالع منهم نور أصفر مرعب جدا. وحتى أخويا كمان بيكون خايف وبيفضل باصص على الأرض من كتر الخوف ومش عارف يبص لفوق، لحد ما الكائن بيبدأ يتكلم معاهم بصوت عالي، وبيصرح لأخويا إن هو اللي عمل كده في نفسه، وإن هو اللي صمم يربط حياته بحياة غيره، وعمل له كل اللي هو طلبه بالحرف الواحد. وبيقرب من أخويا أبوه بالحرس الواحد وبيقرب من أخويا وبيمد إيده على راسه وبيستعد علشان يعمل حاجة معينة. وطبعا أخويا بيفرح جدا وبيفكر إنه هيديله القوة اللي هو بيطلبها، وبيتحمس جدا جدا للي هيحصل بعد كده، وبيطلب منه يغيره بالكامل ويخليه قوي لدرجة ما حدش يتخيلها. والغريب إن الوحش بيكون مخطط لحاجة تانية خالص، وعايز يستعبد أخويا ويخليه تحت رحمته للأبد. وبيقرب منه وبيبدأ يعمل عليه طقوس غريبة، وبيدخل في جسمه مادة لونها أسود وبيرميه في الماء السوداء. وفي نفس الوقت أخويا بيبدأ يتألم ويصرخ من كتر الألم اللي حاسس بيه، وكأنه بيتكسر في جسمه كله. وبتبدأ الرابطة اللي بينه وبين بنتي تتكسر، وبتتأثر الصحارة جدا، وبتقع هي كمان على الأرض، وبيحصل في جسمها حاجة غريبة نتيجة اللي هو بيعمله، وبتحس إن في حاجة بتغلف دمها، وبتصرخ من كتر الألم اللي هي حاسة بيه وبتتعبها جدا. وفجأة بتبطل تعمل أي صوت ومش بتتحرك تماما من مكانها. وفي اللحظة دي البحيرة بتتفجر قدام عينيهم، وبيخرج منها كمية كبيرة جدا من الماء السوداء، وظهرت أنا كمان معاها وكنت مليانة الغضب والخوف على بنتي، وعايز أوصلها بأي طريقة وأطمن عليها. واتصدمت لما شفت المخلوق الغريب ده قدامي ماسك أخويا وبيعمل فيه حاجة غريبة، وفي نفس الوقت بنتي مرمية في الأرض بتتألم ومش قادرة تقف على رجليها ولا تتحرك. وحاولت أفكر بكل هدوء وشوفها تتصرف إزاي علشان مخسرش بنتي للأبد، وكنت شايفها وهي بتموت قدام عينيها وعايز ألحقها بأي طريقة قبل فوات الأوان. وشفت كمان أخويا وهو بيتحول لوحش، فجمعت كل قوتي ووقفت قدام الكائن الغريب ده، وكنت مستعد للحرب اللي هتحصل. وكنت سامع صوت مرعب جدا طالع منه وكأنه كان بيحاول يخوفني. وفي اللحظة دي افتكرت كل كلام لمليه، وقررت أنفذ كل النصايح اللي هي قالتها لي علشان أعرف أتعامل معاه وأكسب الحرب دي. وافتكرت إن القرون بتاعته هي نقطة ضعفه الوحيدة، وهي اللي بتربط روحه بالجسم ده، ولو قدرت أوصل لها هقدر أتخلص منه بسهولة. وابتديت أفكر إزاي أوصل للقرون دي وأدمرها، وساعتها هتخلص من روحه للأبد، وكل الدمار ده هينتهي معاه، وأقدر أنقذ بنتي من بين إيديه. وفي لحظة بدأت أتحرك من مكاني واروح في اتجاه الكائن ده من غير أي خوف. وفي نفس الوقت ده أخويا اترم على الأرض وكان بيستعد علشان يهجم عليا، بس أنا ما اديتلوش أي فرصة، ووصلت للوحل في الوقت المناسب ومسكت رجليه، وكنت بتحرك بسرعة كبيرة جدا وما اديتلوش أي فرصة إنه يدافع عن نفسه. وطلعت بسرعة لحد ما وصلت للقهون بتاعته، وكنت بضربه في كل مكان في جسمه وبحاول أضعفه بأي طريقة، لحد ما أمسكت القرن اليمين وحاولت أكسره. وبذلت مجهود كبير جدا علشان أعمل كده، لأنه كان قوي وصعب يتكسر بسهولة. وبعدها بشوية نجحت، والقرن وقع في الأرض، وصوته كان عالي جدا، وصدى كان في كل مكان حوالينا. وطبعا هو كمان بدأ يتأثر، وجسمه بيتهز بطريقة غريبة من كتر التعب، وما كانش قادر يتحكم في نفسه، ولكن شايف كويس قدامه. وفي اللحظة دي كنت عايز أكمل قبل ما يرجع لوعيه تاني ويحاول يتألم، فنطيت عليه بسرعة ووصلت للقرن التاني. وللأسف قبل ما أدمره الوحش بدأ يضربني من كل اتجاه، وكنت بحاول أدافع عن نفسي بأي طريقة، وتحملت حاجات كتير جدا لحد ما وصلت للهدف في الآخر، وقدرت. في النهاية أدمرت القرن التاني، وفي ساعتها الوحش اترمى في الأرض من كتر التعب، وبعدها كام دقيقة اختفى تماما فوق الظلام وما بقاش ليه أي أثر. وأنا طبعا كنت تعبان جدا بعد كل اللي حصل ده، واترميت على الأرض شوية، وحاولت أوصل لبنتي بأي طريقة علشان أطمن إنها لسه عايشة.
واتصدمت لما لقيتها مرمية في الأرض مش بتتحرك خالص، وافتكرت للأسف إنها ممكن تكون ماتت. وحاولت أقرب منها بكل هدوء وحاولت أصحيها، وما كنتش قادر أتقبل الفكرة دي تماما، وكان عندي استعداد أعمل أي حاجة علشان أرجعها مرة تانية للحياة. وفضلت أضاعت وأتحاول عليها تفوق، وفعلا بعد كام دقيقة رجعت تتنفس تاني. وكنت مستغرب جدا إيه الموضوع ده حصل إزاي، وجسمها كله كان بيترعش من كتر السعة والتعب. وأول ما بتفوق وبتفتح عينيها بتلاقيني قاعد قدامها، وطبعا بتترعب مني وبتحاول تبعد عني بأي طريقة، وبتصرخ وبتطلب مني مأذيها. وبعدها بتتلمي لحظة بتركز في ملامحه أكتر، وبتكتشف في النهاية إن أنا أبقى أبوها، ومش بتكون فاهمة ماذا حصل معايا إزاي، وبتبدأ تطمن. أنا معاها وبتترمي بحضني وبتسألني أنت جيت هنا إزاي، وبتفرح جدا لما بتعرف إن الوحش خلاص مات. وقبل ما أحكي لها اللي حصل معايا أو نطمن على بعض أو نستوعب أصلا إيه اللي حصل، بنكتشف لسه إن أخويا لسه عايز، وإنه خلاص اتحول لوحش بالكامل، وشكله بقى بشع جدا ومرعب وعنده قوة وعضلات صعبة جدا. وساعتها كنت عارف إن أنا داخل على حرب كبيرة جدا، ومش عارف مين فينا أساسا اللي هيكسب في الآخر. وشكل جسمه بيكون متغير جدا لأن عملية التحول ما خلصتش للآخر، وحولته لكائن غريب جدا، وظهر منه عروق لونها أسودة، وجلده عامل زي الحجر بالظبط، وما عندوش أي روف، وطالع من جواه غضب ملوش أي نهاية، عامل زي العمالقة بالظبط، ومستعد يقضي على أي حد هيقف قدامه. وحتى بعد ما الكائن ده انتهى بيسيب وراه مصيبة كبيرة، وما كنتش عارف هتخلص من أخويا ده إزاي. وكنت حايف جدا على بنتي ومش عايز أخذرها للمرة التانية، وبفكر إزاي أحميها، ولا كنت عارف كمان أي نوع ضعف ليه، بما إنه مش بيحس أساسا، وبيبدأ يعمل أصوات مرعبة جدا، فضاها في كل مكان، وبيقرب مني كمان وبيهددني. حاجة الوحيدة اللي كانت مطمناني إن الرابط اللي بينه وبين بنتي اختفى، وإنها دلوقتي بقت في أمان بعيد عنه. وكنت مضطر أدخل في الحرب دي معاه ونشوف مين فينا هيخلص على التاني. وبيبدأ أخويا يدمر في المكان من حوالينا، وبيهجم عليا بكل قوة وبيضربني، وفي المقابل أنا كنت بحاول أدافع نفسي بأي طريقة وأصد الضربات بتاعته، وكنت بحاول أطلع الغضب اللي جوايا بقلاص من طويلة للسبب أذيته ليا أنا وعيلتي وكل الحاجات الوحشة اللي عملها فيا. وافتكرت مراتي وأولادي اللي موتهم، وبحاول أنتقم منه بكل الطرق، ومش عايف قدامي خالص من كتر الغضب، لدرجة إنه ما كانش عنده أي فرصة يدافع عن نفسه حتى، واترمى البعيد من قوة ضربتي. وبدأت أرميه من مكان للتاني، والمعركة بتكون شرسة جدا. ولما اتأكدت إنه خسر كل قوة ورميته البعيد، وقعدت على جنبه وحاولت أهدأ وآخد نفسي، وبدأت أطمن على بنتي وإن كل حاجة خالص انتهت. وقبل أن أخدها وامشي بدأت أسمع أصوات غريبة حواليا قريبة من البحيرة، وعرفت إن في بحاجة غالب بتحصل. وهنا كانت الصدمة، لأن اكتشفت إن حوالينا عدد كبير جدا من الوحوش، وعينيهم بتنور كلهم في الضلمة، وكانوا واقفين بيراقبوا كل اللي بيحصل، وشايفين القائد بتاعهم هو بيموت قدام عينيهم، وحاسين كمان بكل حاجة بتحصل. واضطريت أدخل في حرب جديدة، وبدأت أقتلهم واحد ورا التاني، وكنت بحاول أحمي بنتي بكل الطرق، وما خليت أي حد يقرب منها. وبعد مجهود كبير جدا أخدتها على ظهري وطلعت بيها فوق صخور، وما كنتش عايزة أبص ورايا تاني من بشاعة المنظر، وبحاول أخرج بيها من هنا بأي طريقة. وكنت سامع أصواتهم في كل مكان حواليا، وكل اللي بفكر فيه هي بنتي وبس. وكنت عارف إن أي خطوة أخدها لازم أركز فيها كويس جدا، لأنها ببساطة ممكن تقع مني وأفكر كل حاجة للأبد. وبالرغم إني كنت تعبان جدا ومش قادر أتحمل، ولكن فضلت أضغط على نفسي علشان أوصل بيها لفوق. وبعد فترة طويلة جدا ومجهود كبير وصلت أنا وهي للسطح أخيرا، ولقيت حواليا مكان فاضي خالص، والجو كله لون رمادي. ومن غير ما استريح أخدتها وكملت طريق جري، وكنت عايزة أوصل بيها لبر الأمان. وفضلت أجري ساعة طويلة لغاية ما وصلت ليه. طلعتني لورا ورفضت إن أنا أجرب منها، وفضلت أبص لها لفترة كده وأنا ساكت، وطلبت منها تدخل هي وتسيبني، وقلت لها إن ده خلاص ما بقاش مكاني، وإني لازم أرجع للمكان اللي هعيش فيه باقي عمري. وطبعا هي اتصدمت من كلامي وفكرتني إن أنا الملك ولازم أرجع للمملكة بتاعتي. فاضطريت ساعتها إن أنا أشرح لها، وقلت لها إن أنا كان لازم أبيع نفسي علشان أقدر أنقذها من الموت ووقف قدام الوحوش، ولو ما عملتش كده هي اللي هتيجي وهتجيب جيش كامل معاها، وللأسف هتفتح باب جحيم في المملكة كلها، ومحدش هيقدر يعصب بطريقها مرة تانية. وبتتضرع الزهارة جدا عليا، وبتكون فاهمة التضحية اللي أنا عملتها علشانها، وبتقرب مني وبتحاول تحضني لآخر مرة. بس للأسف أنا رفضت ده ومنعتها إنها تعمل كده، لأني كنت عارف إن حاجة زي دي ممكن تضعفني وتخليني أرجع في كلامي وما أقدرش أمشي.
وطلبت منها مطالبات وتكون قوية علشان تقدر تدير المملكة بنفسها، وكنت شايف إنها تبقى ملكة عظيمة جدا. الناس هتحبها لأنها طيبة وعندها قلب كبير. وفي اللحظة ديك الجيش بتاعي اتجمع بالكامل، لأنهم كانوا حاسين بيا من أول ما وصلت، وكانوا عارفين كويس جدا إن أنا ماشي وحاسين بأي حاجة أنا بفكر فيها. وطلبت منهم لآخر مرة إنهم يلتزموا الصمت، وكل واحد يروح في طريق غير التاني، ويختفوا في قلب الصحراء والرملة، وما يرجعوش إلا لو الملكة ندهت عليهم. وفعلا بيسمعوا كلامي وبيبدأوا يتحركوا، لدرجة إن الأرض بتتهز جامد من تحتهم، وبيبعدوا وبيدخلوا في أعماق الصحراء، وبيدفنوا نفسهم في الرملة وبيختفوا تماما. وده لأن المدينة خلاص ما بقتش محتاجة للوحوش، وهيبدأ فيها عصر جديد من غير أي مشاكل. وبعدها على طول أديت الدور لبنتي وللمملكة بتاعتي للأبد، واستعديت للحياة الجديدة اللي أنا رايح عليها. وكنت سامع صوتها وهي بتنادي عليا، وللأسف ما كنتش عايز أعلقها بيا أكتر من كده. وكملت طريقي بكل هدوء لحد ما البوابة فتحت، وبنت خرج منها وجري عليها وقعد قدامها ورحب بيها جدا، وكان مبسوط إن الملكة وصلت عليه. وأخيرا هتقعد على عرش المملكة، وهينفذ وعده لأبوها زي ما اتفق معاها. والغريب إنها بتتعامل معاها بطريقة حلوة جدا، وتطلب منه ما يتعاملش معاها برسمية لأنها زيه بالظبط. وفي اللحظة دي فين بيعرف حبها أول ما بيوصف عينيها، وبيكون عنده استعداد يعمل أي حاجة علشانها، وبيمدلها إيده وبيوعدها ما يسيبهاش مهما حصل، ويفضل جنبها ويساعدها. وبياخدها وبيدخل بيها من باب القلعة، وبيستعدهم الاتنين للمستقبل اللي هيعملوه بنفسهم. وفي نفس الوقت ده أنا كنت راجع في طريقي، ودخلت وسط الأنفاق الضلمة، وكنت عايزة أوصل للمملكة في الوقت المناسب بما إن الملكة قاعدة مستنياني. وكنت ماشي بكل هدوء بعد ما استسلمت للأمر الواقع، وعرفت إن هو ده بيتي الجديد وحياتي اللي هفضل عايش فيها للأبد. وطبعا جسمي كان مرهق جدا بعد كل مرض بيه، وكنت عايز ارتاح بأي طريقة بعد ما طمنت على بنتي واتأكدت إنها في أمان. ومع إني كان ممكن أحاول أهرب وأخدعها وألعب بيها، بس رفضت إن أنا أعمل ده، وصممت إن أنا أتعامل بأخلاقي ونفس الاتفاق اللي كان بينا، وأرجع لها تاني. وضحيت بحياتي فوق السطح ونزلت علشان أعيش في الضلمة وسط الإنساء والأساعي، وكان لازم أدفع تمن الاتفاق اللي بينا. وفضلت ماشي لحد ما وصلت لأوضة الملكة، ولقيتها قاعدة مستنياني وهي مبتسمة، وكانت مبسوطة جدا إنما أخيرا رجعت. وطبعا شعبها كله واقف في انتظاري، وبيبصولي نظرة احترام وتقدير وحب في نفس الوقت. والغريب إن الملكة واقفة وكانت متلهفة جدا علشان تشوفني، وباين إنها مستنياني بقالها كتير وخايفة إن أنا مرجعش، وعينيها كانت بتلمع من كتر الفرحة. ورحبت بيا كمان بطريقة حلوة جدا، وقالت لي إن ريحة النصر ظهرت كل جسمي وريحة الموت كمان، وسألتني عملت إيه بالظبط في الرحلة. وطبعا بدأت أحكي لها كل حاجة بالتفصيل، وكانت مبسوطة جدا إن أنا قدرت أنقذ بنتي من الموت. وأكتر حاجة كانت مبسوطة منها إن الاتفاق اللي بينا لسه موجود، وإنها قدرت تساعدني أخيرا علشان أنقذ بنتي، وده معناه إن أنا هفضل أقعد معاهم على طول. وشرحت لي إن الحاضر بتاعي مرتبط بالحاضر بتاعهم، وخلاص مش هقدر أبعد عنهم. وشاورت لي على مكاني جديد، وكانت عاملة لي كرسي من الحجر الأسود جنب الكرسي بتاعها بالظبط. وقالت لي إن العرش ده مستنيني من سنين طويلة، وإن أنا الشخص المناسب للمكان ده، وبما إن هو ده اختياري ومحدش أجبرني على أي حاجة، ما بتسيبتيش جنبي أي حراس ولا بتربطني جنبها، وبتخليني أتصرف على راحتي. واضطريت في الآخر أقعد على الكرسي ده بمزاجي واستلم العرش، وقررنا نكون الملك والملكة ونتجوز قدام الشعب بتاعها كله. وطبعا كلهم بيفرحوا بحاجة زي دي، وبيكونوا مبسوطين جدا لينا وحاسين بالأمان. وكنت عارف إن اسمي خلاص هيتنسي فوق، ومع السنين محدش هيفتكرني مرة تانية، وهيفتكروا إن أنا مت في الصحراء وبيسيتي كمان اختفت. وكنت عارف إن هو ده القرار الصح، لأني مش عايز أعمل أي مشاكل تاني لبنتي أو أعرض حياتها للخطر. وقررت أراقي بنتي وهي بتحكم البلد، وما تتدخلش غير في الوقت المناسب لما أحس إن في أي حد ممكن يأذيها. وفي الوقت ده الملكة بتبدأ تقول كلام بصوت عالي، وصدى بيكون موجود في المكان كله، وبتكون شايفة إن البشر دايما شايلين الحسد والكراهية لبعض، وإن في ناس كتيرة جدا ما بتقدرش تتحكم في المشاعر دي. وبتظل الملكة وراها لحد ما بتسيطر عليها، وفي الآخر بيتحول للوحوش، وبتحاول تديني كام درس أتعلم منه علشان أقدر أعيش معاهم في السلام. وفهمت إن فعلا في بشر مستحيل يتغير، وإن السر بيكون موجود جواهم مهما حصل. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة. تابعوني آيات في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.